اسمع الجملة دي كويس. مش مهم انت بتعمل ايه، المهم تقدر تعمله منين. لو شغلك مربوط بمكان يبقى انت لسه في النظام القديم، لو شغلك مربوط بالانترنت يبقى انت داخل على النظام الجديد وهو نظام الديجيتال نوماد. طيب خلينا اديك اختبار سريع جدا. جاوب في دماغك، هل لو سافرت بلد تانية بكرة هتقدر تشتغل عادي؟ هل لو قفلت مكتبك هتكمل شغل عادي؟ هل لو ما رحتش الشركة لمدة اسبوع هل حد هيلاحظ؟ لو الإجابة بدأت تميل لأيوة يبقى أنت مش بعيد خالص عن مجال الديجيتال نوماد. بس هنا في نقطة بقى خطيرة، في ناس فاكرة إنها ديجيتال نوماد وهي مش كده أصلا. طب تعالى نصحح أكبر 3 أفكار غلط الناس بتفكر فيها. أول فكرة هو إن أنا عشان أبقى ديجيتال نوماد يبقى أنا لازم أسافر من الأول خالص وأفضل أتنطط كتير. دي غلط، لأن السفر نتيجة مش بداية. طيب تاني فكرة، لازم أكون فريلانسر. يعني برضو دي فكرة مش صح، ممكن تكون موظف وتتحول تبقى ديجيتال نوماد وبتشتغل من اي مكان. تالت فكرة اللي هي لازم اسيب كل حاجة واتفرغ واقدم استقالتي عشان ابقى ديجيتال نوماد، ودوت اكبر وهم. لان التحول الحقيقي بيبقى تدريجي مش انقلاب كامل مرة واحدة. فخليني اقول لك حاجة مهمة جدا، اللي بيمنع اغلب الناس مش الفلوس ولا المهارات، اللي بيمنعهم هو تصميم الشغل نفسه. يعني ايه الكلام يا عم الدكتور؟ يعني ممكن تكون بتكسب كويس جدا بس شغلك مربوط بمكتب، مربوط بدولة، مربوط بوقت ثابت، وفي نفس الوقت انت مش قادر تتحرك. فالديجيتال نوماد منك يقدر يتحرك بحرية في اي مكان في العالم. طب مين فيهم اقرب للحرية؟ مين فيهم اقرب لقلبك؟ طيب دلوقتي هديك زي ميرور تيست سريع، مش محتاج ورقة ولا محتاج قلم، انا محتاجك بس انت تركز معايا. تخيل انك بكرة صحيت من النوم وقلت انا عايز اعيش في بلد تانية لمدة 3 شهور. اسأل نفسك السؤال ده، قول هل دخلي هيتأثر لو انا رحت بلد تانية قعدت 3 شهور؟ هل شغلي هيقف؟ هل عملائي هيختفوا؟ لو الإجابة لا يبقى انت داخل على مرحلة كبيرة جدا اسمها ديجيتال نوماد بدون ما تحس. طب لو الإجابة ايوه يبقى انت لسه محتاج تعدل وتصمم من شغلك عشان تبقى ديجيتال نوماد.